في وحداش لم أغبها هذه ثالث. كانت الكتب في التوقيع في إصدار المجال قليلة. اليوم تبارك الله عندنا 4 كتب تقريبا في المكتبة 6 ما 11. نعتذر المسألة تجاوزنا هو كتاب الهادي القاسمي. نلتقي اليوم برواية الرمادية أخونا المختار الورد. طبعا هذه الرواية ليست عمله الأول، ولكن أعتقد أنه في تقديره ربما وقد أكون مخطئ، ربما هو عمله الأهم في حد الآن على الأقل. قبل أن أفتح مجال للنقاش نحب نسأل السي مختار الغمري عن ماذا تمثل له هذه الرواية الرمادية، وما سر هذا العنوان الغريب، خاصة أن في خلفية الغلاف نلاحظ رموز تقريبا رموز الجمهورية، وتحتها رموز الرمة والقصور الصحراوية الممتدة بين الدين والتطور. وأكيد أن هذا مش صدفة وليس مجال، الأكيد أن فيه رؤية متناسقة مع مضمون هذه الرواية. تفضل. مساء الخير. بداية لابد من تحية شكر خاصة لمركز الفنون التربية والرقية بالدين والمسرح التشريعي. شكرا من القلب. هذه المدينة أخيرا اعترفت أن لها ابن عاق اسمه مختار الغمري، أو لنقول صدوق أو شيء من هذا القبيل. شكرا للحضور الكريم رغم هذا الطقس، وأنا أعتبر حضوركم نوع من الجهاد. شكرا لتونس الثقافية، شكرا لسماح أصدقاء على المجهودات الجبارة. شكرا أخوي نور الدين الطيب، وهذا ليس بالغريب على منسوبي بيننا. أمر إلى لا، لأننا ما نكسلناش. سألني وقال ماذا تمثل الرمادية؟ الرمادية هي مواصلة لمشروع مختار الغمري في الكتابة، لأن كما تحدثت بالأمس كتبت قبلها أحد فتية سنة 2018 ورواحيل سنة 2019، وكنت نوعا ما مغرم باللعب عن الألفاظ واللغة وبعض المسائل الفلسفية وغيرها. وبعد ذلك تبلور في ذهني مشروع. هذا المشروع هو ببساطة اخترت أن أكون صوت من لا صوت له، فولدت مقبرة الغرباء التي عالجت موضوع الهجرة السرية أو الحركة. طبعا بطريقة مغايرة، ولا أدعي ولا أزعم أني أول من عالج هذا الموضوع روائيا. ثم جاءت الرمادية وهنا فلاش باك. فكرة الرمادية ولدت قبل مقبرة الغرباء سنة 2014 2015 تقريبا. كانت في ذهني فكرة كتابة نص. قلت لما لا نجرب النص في المسرح؟ تحدثت مع شباب حمدي، مع حمزة الدروم، مع حسن الشيبة. قلت لهم سنجرب كتابة نص. هذا النص موضوعه بالعملية قلبان فيست، هذا المواطن التونسي اللي كما قال الشاب الحاجم يليه على الرياح. ولا زلت أتذكر، يعني بدأت فيه بالعملية، نتذكر بعد
ماهيش قريبة، اللي فيها شقيق زوجته. كيفاش انها صار الفوضى يتفرج على التلفزة ومغطي وجهه ما يحبش يشوف لأن ماهوش مستوعب الفكرة. أنا هو ثم حاجة شفت هذه الفكرة، ثم تقريبا وجدت هذه الفكرة بقي مخطوط على أوراق، جاء ورقة حققت نجاح. وفجأة عدت إلى ذلك النص القديم لكن برؤية أخرى. قلت سأغير، سيبقى ذلك الشخص اللي اسمه ثابت وهو ما عنده الإثبات كالاسم، سيبقى ذلك الشخص لكن سيصبح رب عائلة، وهذه العائلة وراءها مدينة، هذه المدينة لها سيرة، سأكتب سيرة المدينة وسيرة العائلة وسيرة الجيل وسيرة وطن. لذلك كانت الرمادية مرهقة جدا، لأن ليس من السهل أن تكتب كل هذا في تقريبا 185 صفحة، أخذت سنتين من الكتابة. سر العنوان الغريب الرمادية، ومعنا هنا أستاذ تربية تشكيلية. الرمادي ليس له لون أساسي، له لون ثاني، هو حالة. كنت اللجنة أسميها البيضاء، لا. ميزة هذه الحالة هي أنها تقع بين الأبيض والأسود لشدائين لا. وتقريبا هذا هو حال هذه المدينة في كل الفترات اللي مرت بها، كانت تراوغ مكانها. وتعرضت في هذه الرواية إلى محطات كثيرة كانت فيها المدينة فعلا رمادية. سألني هنا الموردين على الرموز. العنوان والغلاف هي أهم المعتقدات لفهم النص. في هذا الغلاف هناك صورة الجسد، والجسد هو مركز الأحداث. كل الأحداث تقريبا تدور حول هذا الجسد، هذا الجسد الذي بقي شاهدا رغم مرور الزمن، ظل يعالج التاريخ، يعالج الظروف الطبيعية والظروف السياسية وغيرها من أجل أن يبقى صامدا في وجه كل شيء. ثم هناك صورة ترمز إلى ساحة القصبة، وهنا يمكن فهمها. هو طبعا الأصل في الأشياء ليس لي الحق في تحليل لا العدوان ولا الفصوص، لأن المخطوط خرج من عندي أصبح عندي قرار، لكن على الأقل هذا كلامي ولا يوجد وحده. هي علاقة الهامش بالمركز، لأن هذه المدينة، هذه الرمادية هي جزء من هذا الهامش الجنسي. ليس بالضرورة أن تكون من دين، يمكن أن تكون من دين، يمكن أن تكون تطوعية، يمكن أن تكون نفسه، ويمكن أن تكون مدينة عربية، لأن هذا الكتاب وصل إلى الجزائر، وصل إلى المغرب، ووقع التفاعل معه على أساس أنها مدينة عربية. إذا وجود الصورتين معا يرمز إلى وجود علاقة ما بين الهامش والمركز. معذرة من الإطلاق، ونقول أعيد وأكرر، ليس من حق لا الحديث عن العنوان ولا الغلاف ولا عن المحتوى، لأن الآن لكل من الحضور الكريم فهمه وأنا أحترمه، ولكل رأيه، حتى وإن قال هذه الرواية لا تستحق القراءة أصلا فسأحترم ذلك. شكرا. شكرا مختار. شفيت ووفيت أنه الأثر الأدبي عندما يطبع ويخرج الناس كل امرئ كما يرى أو كما يرى، وخرج من طاعتك ونصرتك. إذا فما أصدقاء متأكد أنهم طلعوا على الرواية، وربما فما أصدقاء ما طلعوش على الرواية، وربما طلعوا على أعمال أخرى أخونا مختار، وربما لهم أسئلة عن حتى أن الكتاب حول مشروع الكتاب. يعني أنا شخصيا أعتقد
أن كل كاتب له مشروع، ما فماش هي حاجة بالصدفة أو هابطة من السماء، لأنه واحد باش يسير ويتعب نفسه في صعوبات النشر اليوم وصعوبات توزيع أكيد هو هاجس، لأنه إذا هذا غير متوفر علاش يطلق في روحه ويتعب في روحه. هما الآن كثير من الكتاب التوانسة في ضد الظروف اللي نعيشوها في سوق التوزيع والطبع عندهم قرف، يقول لك قليل يكفي، ولكن ديما هناك هاجس يعود. إذا نتصور هناك أسئلة أو تعقيب أو أدبي سعيد تفضلوا كلمة. تفضل سيدي عبد العزيز. شيخنا الشاب، شيخنا الشاب، معلمنا أو على الأقل معلم واعتز به. تفضل سيدي عبد العزيز. أولا سعيد جدا أن أناقش صديقي العزيز القديم سي مختار الغربي له مكانة خاصة لعدة اعتبارات يعرفها هو وأعرفها أنا على وسي سعيد مدينة أهملها المؤرخون لكن أبنائها المبدعون لم يهملوها. كتبوا عنها، واعتبر روايه الرمانيه اعتبرها سيره ذاتيه روايه تحدثت عن مبني في فتره ما ربما وسي مختار ابعد كلام ايش نجم يكون في مدينه نجم يكون غير ذلك، لكن خلال قراءتي للروايه وجدت انها تتحدث عن المبنيين وعن اشخاص او شخوص معروفه في مدينه، يعني ماهيش مدينة يعني يمكن أن يرى فيها كل إنسان يرى فيها يعني مدينة، لكن بالنسبة لي والشخصيات التي ذكرت كما مختار الرسولي وفوزي وغيرهم وفؤاد والجنة إلى غيره كلها مدينة. تمنيت حاجة أخرى ربما أهملها سيدي مختار، وأنا سأدخل في بعض سأتابع من بعض الملاحظات. تمنيت لو أنه اهتم بالمسألة الرياضية وقتها خاصة كانت مبنية صعدت أول مرة في تاريخ القسم الوطني، وهو حدث فارق ربما لست أدري لماذا لم يعرف عليه السلطة. نعم سؤال معقول. أي ثم ثلاث ملاحظات. في صفحة 87 وصف الكاتب اللي هو ثابت بأنه قلب الفيزياء وهو الأب أبوه. لست أدري هل هو القتل بالمعنى الأدبي أم هو يعني القتل بالمعنى المبدئي إلى غير ذلك. يعني الإنسان يصف أباه بأنه كان الفيزياء ومنافق إلى غير ذلك أعتبره وهذا على كل حال ربما له ما يبرره سي مختار. صفحة 89 قلت فيها أنت تحكي عن الإسلاميين، قلت خططوا للانقلاب يوم الجمعة لكن الجنرال هو يعني تمكن من اقتناص اللحظة قبلهم، وهذا لا يستقيم لأنهم خططوا يوم 8 يوم الأحد عيد الشجرة وهو اختلس وسبقهم نهار السبت 7 مش العكس. وهذا عشناه حتى هو عاش معنا الفرصة. صفحة 89
يعني عمل متكامل جمع بين وعمل تركه الكاتب مفتوحا في الأخير. عمل جميل ومجهود كبير، وإن شاء الله في مناسبة أخرى وإبداع أخرى سنختار مشروع عن مشروع. شكرا سيدي عبد العزيز. وصرت دائما نادي المعلمين لسيدي كما كنا مهما كبرنا وطلعنا الى العمر. تفضل سي سيد. يا سيدي كيفاش عندك تطلع؟ كيفاش عندك سيجاره كريستال؟ مرني عام 76 سيجاره كريستال مش وقت. مساء الخير. ملاحظة بسيطة: الرواية بنت المدينة مثل الملاحم لتجربة ثالث متجانس المدينة متصادمة متنوعة، وكذلك بنية الرواية. المدينة فيها كل الأصناف والشخصيات، هذا التشابك هو وقود الرواية، وبهذا المعنى بنين مدينة حقيقية مش رواية متعة. المدينة مش شرط مشروط المدينة، أنا مش كتاب وبنت روائيين. قرأت طبعا رواية سيد مختار، مثل ما قال سيرة الفرد وسيرة العائلة وسيرة المدينة وسيرة الوطن، التشابه هذا هو الذي صنع العمل الرواية. لكن الملاحظة: لماذا تصرف سيد مختار في الأسماء؟ شكر العيد يصبح شكر العيد، واضح. لماذا لم يبقى شكر العيد على شكر العيد؟ شخصية فوزي أصبحت فوز، ما هو فوز. لماذا التصرف في هذه الأسماء؟ أيضا ربما هناك خوف مبالغ فيه من الاعتبار الرواية سكرياتية، لذلك اعتمد هذه الأسماء. لكن الرواية قرأ في الدين سيضطر لبعض الأسماء السكرياتية كما يقرأها في المغرب أو يقرأها في الجزائر، خاصة أن أرسل هناك لا يعرف هذه الأسماء. وشكرا. بارك الله فيك. شكون عنده سؤال أو تدخل أو استمرار أو تعقيب؟ سينو نتعذروا بالسؤال. تفضل سيدي. حتى الآن شكون طالب الكلمة؟ تفضل سيدي. أولا شكرا سي عبد العزيز على تفضلك به. أولا شكرا سي عبد العزيز على ما تفضلت به، وفعلا سي عبد العزيز غزال قرأ كل ما كتبت. ملاحظة أحترمها كثيرا بالنسبة للمسألة الرياضية، هي ليست فقط المسألة الرياضية سي عبد العزيز، هناك الكثير من الأشياء التي بالفعل الرواية لا تحتمل أكثر من ذلك. يعني ما ليس القصد هو إهمال الجانب الرياضي أو ما الذي يمكن ما لا يعرفه الكثيرون. أني لعبت في الجمعية في ليل، وكنت أتدرب عند ممرن وحيد النيفي زمان. يعني لكن كما قلت لو كتبت كل شيء ستكون الرواية في إذا كما قلت ليس موقفا من الرياضة، لكن ربما يكون في جانب الساعة سي عبد العزيز أن كان يمكن داخل حتى أنها جزء صغير، لكن زاد الشيء الخطاب كيف ما بداش حاطه في الرواية. ربما خط السير اللي حقيقة هزني في الاتجاه هكذا بشكل ما صدقا نعترف بذلك. لا يمكن أن تكتب كل شيء في
كثيرة. هذه ربما من الأشياء من يمكن أن نعتبرها من القوسين من النواقص التي هناك بعض الأشياء التي أغفلتها. هذا صحيح. بالنسبة لتخطيط الانقلاب ويوم الجمعة ويوم السبت وعدم صحة التواريخ، أتذكر جيدا يوم 7 أكتوبر. نرسم ونتذكر حتى كيفاش ماشي نقرا وشكون عربي وشكون حكى معايا وشكون قال لي اوصل لكن تعمدت هناك انا اقولها بوضوح ان اغير، لاني لست بصدد كتابه التاريخ. ما نكتبش التاريخ، هو حدث غيرت. لو اني قلت روايه تاريخيه تحسبني وتقول لي راه نرسم وانا راحت أنا أبتعد ويصرف ما تصرف. وكما قلت كان ديما في بالي أني لا أكتب للقارئ التونسي فقط، لأنه ممكن قد تكون حاجة شبيهة قد تكون لا، أن ما كتبته وجد حضورته خارج تونس وليس في تونس. لذلك أحاول أن أحافظ على الفكرة الرئيسية، أما التفاصيل تصرفت فيها. سعد العزيز وقلت لك أتذكر نقول لك حتى وين سمعت بالضبط وسمع سمعت ايه في الوقت الجديد. انا اتذكرها كانها امس رغم انا بالنسبه لسعيد كان لي اسماء الشخصيات لماذا تصرفت فيها؟ فعلا تصرفت في اسماء الشخصيات. ديما لما تكتب ثم الهاجس بتاع انك قد تساءل قانونا، لأن كعلاش قلت في الأول راهي ما هياش سيرة ذاتية. لو أني كتبت سيرة ذاتية لازم نقول سعيد وشنب عبد العزيز نغزل، لكن لا، أنا كتبت رواية وهي مسيج من التخيل ومن الواقع. شاكر العيادي شاكر من العيد واحد عايز الله يهودي، يعني مرة هي حطيت التقديم اللي يخليك تفهم أن أنا ما كانش في البيت، فقط غيرت الاسم. مثلا فوز غيرته فواز، فؤاد رحمه الله غيرته فوفو. هنا المطلوب من المختار العلومي ان يكتب روايه وان يحمي نفسه من المساله القانونيه، لان ربما نصور عبد العزيز الغزالي كيفيه ما تقولهاش يولي من حقه باش قضيه كي نذكر اسم عبد العزيز الغزالي، اما وقت يقول عزوز حرف ونتعبد وقت القضيه وقت لا سعد العزيز سمعني راه المستشهد المستشهد. لذلك تصرفت في الاسماء. الخوف من السيره الذاتيه اقولها بكل وقوع، لا اخاف السيره الذاتيه، لكن السيره الذاتيه علميا واكاديميا عندها ضوابط، وهذا الكتاب لا يمكن بحال من الاحوال تصنيفه سيره ذاتيه. فيه شيء من السيره الذاتيه نعم، اما السيره الذاتيه لان مثلا بتقول لي ابو ذر والمختار يقول لك اذا كان سيره ذاتيه لازم تقول مختار والاسلوب شموله سي عبد العزيز غير روايه، لكن ما نتصورش انا اعرف شكون هناك. الزكرعي مثلا مذكور في الروايه، الزكرعي هو وزير السابق هرب الان اللي نقص عليه، لكن سي عبد العزيز كان ذكر بالنسبه حتى كان هارب اجل القضيه. انت فهمت اني راني نحكي على شخصيه ميزتها انها ماهيش صاحب الموقف وانها تتكلم وانها تتبرع في كلام. الشخصيه هذا شكون بالضبط وقتها ما يكون في السيره الذاتيه. لذلك مانيش خايف من السيره الذاتيه، لا، انا بنفكر باش نكتب السيره الذاتيه ساكتبها، لكن السيره الذاتيه تكتب سير الانبياء والصالحين وسير المشاهير. الذي نبي ان شاء الله نكون من الصالحين ولست من المشاهير. تدقيق تفضل سيدنا. تعقيب بسيط. انا قلت سيره ذاتيه روائيه وهو نمط لا سيره ذاتيه عن الرومان اوتوبيوغرافي معروف. انا ما عرفتش لا يعني في الرومان اوتوبيوغرافي كما عملت انا ستور، انا في ستور لم اذكر حتى
حبيبة الصدر اللي هو الصدر اللي هو نام في الرواية سميت روحي صدر، وحبيبته سامية ما اسمهاش سامية. نعم؟ لا ما لقاش. انزعاج. لا ما لقاش. المهم السيرة الذاتية الأولية لست مطالبا بأن تذكر الأسماء بالسيرة الذاتية. يبقى هو الاجتهاد وذلك إنما هو سمعني واحد ثاني بالنسبة للقيادة بتاع سد جمع تقول سابقا هم يعني الجيش المنطقة هو عمل 7 نوفمبر نهار السبت، وهم إذا كان هو الدكتور معنا جاب هم كانوا ناويين نهار الأحد معروف يعني يرعي الشجرة لكن عندما حبيت تفسر شوية وكذلك يعني لو ملاحظات تعصبية طبعا هو ضروريا والمعذرة هي كلها اجتهادات واقتراحات جماليه وفنيه كل واحد كيفاش يقابلها. صحيح. شكون عنده تفضل. مرحبا. رواية الرمادية اسم الناجي الأستاذ وباحث في الدولة العربية ناجي. إذا الرمادية باعتبارها عامة إبداعية حقيقة هي إلى جانب ذلك البعد الإبداعي فيها فإنها تمثل مادة خاصة للعمل الأكاديمي، وهذا الأمر أعتبره مهما لأن هذه الرواية تطرح قضية الأجناس الأدبية، وفي هذا السياق أردت أن ألاحظ مسألة منهجية الحقيقة، وهو لا أعتقد أن المبدع لا يسأل عما يكتب بالضبط وعما لا يكتب، باعتبار أن طبعا هذه رواية وكاتب الرواية لم يشير إلى أنها سيرة ذاتية، يعني ما عقد سيرة ذاتية بين الكاتب والقارئ، والكاتب كاتب سيرة ذاتية الذي يلزم نفسه بالصدق وبالمصداقية إذا ما سمى كتابه سيرة ذاتية. فطالما أنها رواية فهو يفسح المجال لنفسه حتى يغير ما يريد أن يغيره في هذا السياق. هذه ملاحظة جميلة. أعتقد أن المبدع لا يسأل لماذا لم تكتب في كذا، لأن وقت يكون يستعيد. إذا كان هذا جانب الرياض مثلا ولا جانب هذا إبداع، والإبداع طبعا له خصوصيته. هذه الملاحظة الثانية التي اكتشفت في هذا الكتاب هي أن الأديب عادة يشق طريقه في رحلة من الخيال أو من التخيل إلى الإيهام الواقعي، وهذا دائما كتاب التخيل، لأن غاية الخطاب الأدبي حتى يشد خياله أن يلهمه بضرب من الواقعية، في حين أن هذه الرحلة الحقيقة كانت رحلة من الواقع إلى التخيل، بمعنى أن المختار الكلي وأنا طبعا أعرفه جيدا وكنت معه يوما التقينا بشخص وحدثنا عن سبب المختار الكلي حاول أن يقوم بحدثه من الواقع إلى التخيل، ولا أقول التخيل في مال الشعر هذا التخيل طبعا. إذا هذه الرحلة من الواقع إلى التخيل جعلت الرمادية تتأرجح بين السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية والرواية نفسها، وتطرح 3 قراءات على الأقل باعتبار المتلقي. هل كان المختار واعيا بأنه يكتب إلى آخر المتلقي؟ لأن قارئ الرمادية الذي يعرف المختار الغربي سيقرأها قراءة مميزة، قراءة أولى. قارئها من المدينة سيقرأها قراءة أخرى. قارئها من تونس سيقرأها وركز فيها جانب التاريخي. قارئها في خارج تونس سيقرأها قراءة
يعني تفتح بابا للبحث مثلا في الثنائيات من الناحيه البنيويه. الرماديه عنوانا طبعا هي جمع بين قيمتين ضوئيتين من حيث العنوان، يعني الابيض والاسود، اذا هي جمع بين الابيض والاسود، هي جمع بين الماضي والحاضر، هي جمع بين لغه عربيه فصيحه دارجه، هي جمع بين سلب وحوار، هي في الحقيقه جمع بين اشياء كثيره كل ما خاصه في عالم الاكاديميين. سأتكلم بصوت باسمكم جميعا ورحب بتلميذة كانت يوما ما تلميذتي وهي الآن تشتغل في مستشفى المدينة. شكرا للاتصال، يسعدني. مرحبا بك. تفضل يا سيدي. مرحبا بك. عبد الله بن عباس، نحات وناقد، دكتور في الجماليات. مرحبا استاذ مسكين. سأحاول أن أختصر من الحديث ويكون الحديث يعني سريع وبسيط دون التعمد المنهجي أو الأكاديمي، يعني مباشرة. ما لفت انتباهي في العمل هو العنوان، يعني هذه القيمة الضوئية. خطر الجري هو اسم ولا يعني هو قيمة ضوئية، وهذه القيمة الضوئية لا تصنف ضمن الألوان، يعني موجودة وغير موجودة. وهنا ربما المرجع المناسب هو ابن عربي. ابن عربي في كتاب إنشاء الدوائر له إشارة مهمة جدا، يقول حتى نرى الأشياء يجب أن يكون الضوء معتدلا، فإذا فاق يعني الضوء ولا صار عشرة لا نستطيع الرؤية، وإذا كان هناك ظلمة لا نستطيع الرؤية. يعني هذا التوسط واللي خذاها منه بعد جوت في تصورات الصوفية. هنا يقول السؤال علاش؟ أنا أرى أن سيختار نجاح في توظيف الجاهز، اختار الواقع كمعطى جاهز ريديميد يعني، وسلط عليه ربما الفعل الإبداعي بتاعه بأن وجهه نحو ما يشير إلى الخيال، إلى الداخلي. ومن هنا ولدت هذه المدينة التي يجب أن نتساءل عنها من مين. أنا في نفس الوقت وجدت نفسي نتساءل ونرجع نبحث في هذه المدينة اللي هي مش مدينة يعني تاريخية، لو كانوا ندخل الأمور كتخصص كجانب علمي من الدين اللي برشا يعني يجهلوا تاريخها ويقولوا مدينة ضعبة في القدم، ليش هذه الدين الصحيح؟ وثم عدد دلائل بالدين. يعني نرجع للجامع سيد علي بن عبيد ونلاحظ أن تقريبا في حدود 500-400 عام يعني والقصور ما يفوتش، بينما نجد جنبها هنا الدباع خط الدين، نجد الجبتيس اللي هي ولا السيتي طايع المدينة الدولة منذ تقريبا 300 قبل الميلاد. نجد هنا اليابان، الشيخ الأحمر الروماني، تاج الجبل. يعني تطرح أكثر من سؤال، علاش الاستقرار؟ يعني الإصرار على أن نجعل هذه المدينة مركز في حين أن توجد عدة مناطق تابعتها وتجد كل هي الأصل يعني. واللي زاد ربما زاد السؤال أكثر، يعني دخل في دوام. يعني الكاتب المبدع وقت يكون مخلص في الكتابة يدخل في منطقة الكون، حتى يكون مش قارئ ما يعرفش الحاجات هذه، يولي يشغل بالقانون الكون، يولي يلقى واحد يحكي لك في أي موضوع. كيف الشاعر، ساعات الشاعر يعني وقت يسقط في الصورة بتاع الشعر ياخذ من المجاز الكوني، يولي في أي لغة يتفهمه، في أي شعب يتفهمه. نفس الشيء اللي صار مع سيد مختار، وصلنا للمرحلة هذه بالفطر بتاعه، بالإصرار بتاعه. وهنا باش نخدم بعدة كلمات، ناخذ كلمة مدنين، سلكين، إيد هذا برشا جماعة يقول لك لا هذه بربرية، لا سيدي ليش بربرية؟ هذه تعود إلى أصول عربية وما نبحث فيها، ويجينا عدة أشياء ونعطيكم
تفضل. لا أعرف عامة. طبعا انا رجل ديمقراطي جدا بطلب من السيد الرئيس للشباب طلب مني ان اخدم. شكرا لكم على هذا الحضور، يشرفني حضور هذه الوجوه بالفعل. يثلج الصدر ان ارى تلاميذي، ان ارى زملائي في المهنه، ان ارى اصدقائي. فعلا انا عاجز عن التعبير. شكرا لكم، وان شاء الله نلتقي في مواعيد اخرى. اكرر مره اخرى الشكر لسماح اصلنا ولنور الطيب اللي بالحق قاعدين يقدموا في صوره جميله على هذه المدينه. شكرا. بارك الله فيك سيدي مختار، وبارك الله فيكم. بصراحه انا سعيد جدا انه هذا المهرجان كل الصعوبات الهيكليه التي لا تتعلق به بقدر ما تتعلق بحاجه اسمها مراكز الفنون الدراميه والروحيه في تونس، اللي مثلا ان شاء الله تتحل. مصر على ان يستمروا فيه الناس وراء ان يستمروا، وانا سعيد ان اكون بينهم، وانا سعيد انه في كل عام ثم كتب جديده في الدين، ثم كتب جديده في الدين، ثم احتفاء. وهذه المدينه تحتاج لكل هذا، وانا اشعر باساءه كبير ان تندثر لجنه الاعلام اللي تحدث عليها السيد عبد العزيز في كتابه، وان يندثر ملتقى الشعراء. وانا كنت وجهت ملاحظه اخونا المندوب الاسرى اللي كان هنا في لبنان عندما اسسوا ملتقى جفتيس الشعر، قلت له رايي مبادره باهيه انكم تحتفلوا بالشعر في المدينه، تعرف الشعر معروفه والتقاليد والشعراء، اما كان الافضل تواسوا ملتقى الشعراء، لان ملتقى الشعراء عندما تاسس في عام 1991 كان اهم ملتقى شعراء. جابر عبد الوهاب بياتي وما ادراك ويحيى جابر بن بيروت، كان ملتقى عالمي وشعراء جزائريين وغيرهم محمد بن وغيرهم. يعني قلت له وقت عملت ملاحظه بشكل علاش يعني نركضوا ديما المبادرات ما نوصلوهاش ونعملوا حاجات جديده ونواصلوا في الموجود. فانا نعتبر ان المهرجان مصلحه التجريب اليوم استمرار رغم كل المعوقات الخارجه عن النظام والخارجه عن نطاق الهيئه والخارجه عن نطاق المركز، هو مكسب كبير لهذه المدينه الكبيره والعريقه. وكتاب سيدي عبد العزيز يفترض انه بلديه لبنان في واحد ضيف جاهد يديروا، لانه يعطي الطابع المواطني لهذه المدينه التي كانت تعد المناطق العسكريه في العهد الاستعماري، وهي منطقه عسكريه 100%. وصديقي اللي قامني اخيرا خرج كتاب ان شاء الله يلقى حق في مدين ويحتفي به في مدين وطويل ومجدان، عمل كتاب مهم عن المناطق العسكريه في الجنوب التونسي الدكتور رضا مهدي وهو مقرر مهم جدا. وهذا على فكره كتابه الثاني سبق انه عملنا على نسيت العنوان بالضبط، ولكن كتبنا على الانديجان، على المناطق الاهليه هذه كما كانوا يسموها الفرنسيس الانديجان. بارك الله فيكم، ان شاء الله نرجو التوفيق اخونا مختار.